شيل عبد الرحمن، طول طول اعلى اعلى. يوم شط النزاع يحتسب له ويكسب بعرف من ذهب، يوم صالح فتح مصراع الصراع يشعل النار والعود يقلب حطب، يحسب الناس من الطيور الجياع ما دار الناعم عين العدو حرب، وقرنا لا الجمايل بخبيث الطباع لو زرعناه مثمر في قليل ندب، راح تجميلنا نحرق وجهه ضياع ولا سوفه ولو تبت دابي لهب، دمت يا سيدي وانت زعيم المطاع يا رفيع المكانه والحسب والنسب. صراعات تذكاريه لفيصل العياش المنتج والمبدع اللي يلقى تحيه كبيره اكيد وتكريم كبير من بطوله لجان التنميه لكل اعلامي. طبعا مستمرين معكم في تكريم اللجنه المنظمه ليله التكريم. طبعا قدمت اللجنه المنظمه بتكريم الاعلاميين في رياضه الاحياء. يتواجد بجانبي الان احد المخرجين المميزين في قنوات رياضه الاحياء، ايضا المنتجين المميزين فيصل عياش. فيصل، نبارك لك هذا التكريم من قبل اللجنه المنظمه لبطوله لجان التنميه. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صراحة فريق النخيل فريق عظيم، فريق أول بطولة للأحياء، يعني صراحة أنها تخرج من النخيل بالنسبة لي كفيصل عياش في الإخراج. شكرا للنخيل بكل ما تحتويه كلمة شكرا. شكرا أبو عادي رئيس جيش النخيل. صراحة الكلمات توقف، يعني ما أدري الواحد ايش يقول ايش يعبر عنه، بس أقول شكرا وإن شاء الله من أحسن لأحسن القناة النخيل. طبعا فيصل ترى ما تعودت منك الرسمية، فرفش تودك تفرفش تضحك. أيوة أبغى تضحك. أنا ما تعودت منك الرسمية نهائيا، هنا وهناك وليت وليس ولعل بمعنى منها. طيب. بدايات فيصل عياش في الحواري، نبغاك تعطينا نبذة وباختصار. والله أول حاجة خلني أحس إني مشهور شوي، يعني أبغى يعني أطلع مهارات المشهورين، يعني ونحن هنا وكذا، فهمت؟ بس الحمد لله يعني إنها جت على قد كذا. والله بدايتي مع النخيل كانت جميلة. بدايات فيصل عياش. بداية فيصل عياش أول حاجة كنت في الأحياء. لم تكن أول بطولة رياضية كنت أقوم فيها، كنت أنا سبق في بطولات أولى، بس كبطولات أحياء كانت أول منطلق لي اللي هي بطولة النخيل، بالتحديد في بطولة فهد مطوع. والحمد لله يعني بدينا فيها كنا سيئين ولين ما كبرنا الحمد لله، وهذا احنا غطينا بطولات وصرنا مشهورين ونسلم على اللعيبة اليوم. أبشركم الحمد لله، وتابعونا في الرسائل ولايك سبسكرايب والعيال وكذا يعني. طبعا فيصل، أنا أعطي مساحة للضيف، مساحة أخيرة يتحدث بها بأريحية، يقول لي جوات قلبه للعدسة قناة النخيل. خذ راحتك. بدون أول حاجة ودي أخفس عدستكم في عينها بس نقول والله الأحياء يعني صراحة شيء جميل، يعني البطولات اللي فيها شيء جميلة. ما زلت أقول يعني اللي قالوه غيري وش المشاهير اللي تكلموا قدام الكاميرا وأنا كنت خلفها، والله الأحياء مظلومة بكل ما تحتويه كلمة مظلومة. التفتوا لها يا ناس، والله لعيبة جلطت ركبهم هم في الملاعب يبغوا ناس تطلعهم، ما حد ما في شوية رحمة يا راجل، ما عندكش قلب. هذا اللي أقدر أقوله. صلى الله وبارك. الإعلاميين ما جبت لهم طاري ترى. الإعلاميين عاد الشهادة فيهم مجروحة. عمير طبعا. لا خليك من يوم كان التلفزيون عنده ابيض واسود لما وصل ما شاء الله تبارك الله. والكواليس طبعا شكرا تلاوين هم اللي قدموني للنخيل، على راسهم ناصر ابوي وحبيبي ناصر الشحيني. الاعلاميين سلطان البيشي، فهاد الله يذكرهم بالخير، هذاك سلطان البيشي برجع معه سيارتي ما هي معي. قل عدسة عزوز يطلع لنا لقطة هنا. عزوز والله يا ريت بالله، عزوز بالله شوف اللقطه هنا، خليه يطلع لنا لقطة. شوف لقطه انا بجيب اشيل الاضاءه. لقطه وارجع لي. لقطه يلا. تعلق وهو طالع عزوز معك، والله ابغاك تعلق اللقطة. طبعا هذه تلاوين
صراحة جهد جبار، طاقم سعودي متكامل، سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحين تشوفوا تشييد شاشة عرض، أعتقد أنها بروجيكتور، شغالين عليها كادر سعودي بحت. مؤسسة أثبتت وجودها في الأحياء، وصلوا لقلوب الجماهير قبل المنصة الرئيسية، قدموا الكثير والكثير للأحياء، وما زالوا يقدمون ويقدمون وسيظلوا يقدمون ويقدمون. وأنا واحد من تلوين، ما زلت أنا أقول أني واحد من تلوين، علاقتي فيهم في طافة 3-4 سنوات الحمد لله، والله يتممنا إن شاء الله على خير ونكمل بقية الحياة إن شاء الله. شكرا لك فيصل. ربي يسعدك وشكرا لك يا عمير، ومتألق كعادتك، الله يسعدك. أول مرة أقول بالكاميرا، لايك سبسكرايب، رحم والديكم يا أخي. فما الله.